انا مش مقتنع بكلمة شاطر وفاشل دي عامة. انا مقتنع بان انت الحاجة اللي قدامك دي انت حابب تعملها ولا مش حابب تعملها. لان لو بصيت على اصعب حاجة واسهل حاجة، هتلاقي في الاخر ان هي شوية حاجات فيزيكال بتعملها بايدك وحاجات بتعملها بعقلك. انت الفكرة انك تالاين الحاجات دي مع بعض، ترتب حركة عقلك مع حركة جسمك مع تفكيرك عشان تعمل الحاجة في الاخر. بالنسبة للدراسة، مفيش حد هتلاقيه فاشل في كل المواد. لو فاشل في كل المواد ده عنده حاجة نفسية، فمش عايز يذاكر ومش عايز ينجح. كتير جدا اخصائيين نفسيين بيتكلموا في فكرة ان كان بيبقى فيه ولد شاطر جدا جدا جدا، وبعدين لا قدر الله بتحصل له حاجة في البيت بشكل من الاشكال، بيبتدي مستواه في النازل. بيرجع يتحسن امتى؟ لما حد بيديله الاهتمام اللي كان موجود في البيت بشكل من الاشكال. فده بالنسبة لفكرة شاطر او فاشل. بس في الاخر هو هنرجع نتكلم على التعليم. انت بتتعلم ليه؟ بتتعلم عشان تعرف تعمل حاجة. الحاجة دي لو انت مش بتحبها، لو عملت اي حاجة في الدنيا وانت مش بتحبها، مستحيل تديها 100% بتاعتك. مستحيل مهما عملت. مقدار بقى الشطارة نسبي جدا 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 من واحد للتاني. انا ممكن اجيب 70% واحس ان انا شاطر، وحد تاني يجيب 102% ويقول ايه الفشل ده، ليه ما جبتش 105؟ دي برضو حاجة تانية نسبية جدا. فأنا ما بحبش التربية بتاعة فكرة إن أنا عايز أربي الأولاد عشان يبقوا أشطر ناس وأقوى ناس وأهم ناس، لأن ده معناها إن أنا عايز الولاد التانيين يبقوا أفشل منهم. فالسايكولوجي بتاعة الحتة دي في وجهة نظري مش أحسن حاجة، لأن بيحط بريشر عليك وعلى الطفل، وبيحط له اوبجكتيفز ممكن تكون مش بتاعته، هوية وشخصية ممكن تكون مش بتاعته. في وجهة نظري الأحسن إنك تربيهم يبقوا مبسوطين. لما هو اتربى ان هو يبقى مبسوط، هيعمل حاجه بيحبها، هيشتغل شغلانه بيحبها، هيذاكر مذاكره بيحبها، هيتعب في الحاجه اللي بيحبها، ومش هيحس بالتعب قصاد ان الناحيه التانية بيعمل حاجه ما بيحبهاش وممكن تبقى تديله فلوس كتير جدا. زي تاني هندي مثال، كل اللي شغالين في البنوك. بنوك بتدي فلوس كويسة نسبيا بالنسبة لبقية السوق، استابيليتي كويسة نسبيا بالنسبة لبقية السوق، وعندها شوية فيتشرز وحاجات زيادة بياخدوها زي قروض، مش عارف تسهيلات دفع، مش عارف ايه، كريدت كاردز، الكلام ده كله. كل الحاجات دي مع ذلك اللي شغالين في البنوك برضو مش مبسوطين.